السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، متتبعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم عبر قناتكم المفضلة الصخيرات تمارا، مباشرة من مدينة الصخيرات، وبالضبط من مركز المدينة مباشرة، وبجنبات شارع الحسن الثاني، الطريق الرئيسية الوطنية المؤدية من صخيرات تمارا، من صخيرات إلى تمارا. كيف ما كتشوفوا بجنبات الطريق وضع ومؤشرات عملية بداية تهيئة شارع الحسن الثاني، التوسعة والتهيئة وإعادة الهيكل. أخيرا غادي نشوفوا شارع الحسن الثاني بحلة جديدة تروق إلى ساكنة الصخيرات وأيضا ساكنة تمارا سابقا بصخيرات. هاد الشارع اللي ألفناه كيف ما هو هذه 20 سنة ما تبدل فيه والو، كيف ما هو هذه 20 عام. الإنارة ضعيفة، حفر أينما كانت، أينما حلت وارتحلت غادي تلقى قدامك واحد الحفرة ومطب عشوائي. زيادة على ذلك التشوير الطرقي وبعض المرافق اللي الصخيرات باقا موصلاتش ليها، بحال مدينة تمارا. الناس ديال مدينة تمارا اعتادوا أنهم قراب لجميع المرافق، جميع المحلات. كما كتشوفوا، كما كنقولوا حنا، اللي حليتي على عينيك تلقاها قدامك، خصوصا الناس ديال البساتين، الناس ديال الميموزا، الناس ديال الريف، الياسمين، الرياحين. وان شاء الله هذا الامر غادي يتحل مستقبلا باذن الله تعالى. نرجعوا للموضوع ديالنا المهم. اخبار تشير ان هذا التراساج اللي قدامنا على الصوره مباشره انه كيدل على انه بدايه أشغال توسعة وتهيئة وإعادة هيكلة البنية التحتية لشارع الحسن الثاني. خبر مفرح، خبر يثلج الصدر، خبر نزل علينا كالصاعقة. خبر جميل جدا لبعض، أو نقولوا السائقين تيشتكوا من الطريق الوطنية اللي فيها بعض الحفر والمطبات العشوائية الآن. وأصبح وكان من الضروري أن هذه الطريق تصلح، نشوفوها بحلة جديدة كمثلتها تمارا، من أسواق السلام ميلانو لتقاطع شارع لالا مريم، ومن تقاطع شارع لالا مريم إلى مظاهرة القروش. وإن شاء الله جاي واحد المشروع آخر اللي من مظاهرة القروش حتى لسوق الأربعة. سمعنا أنه كاين واحد الأخبار بأنه غادي يتم هدم بعض المحلات التجارية العشوائية اللي غادي تمر منهم هذيك الطريق الوطنية اللي جاية من مدينة تمارا، بالضبط القروش. كما كتشوفوا مباشرة في الفيديو أنه التراساج غادي حتى للرومب، يعني الأشغال غادي تبدا لينا من أمام مظاهرة بوعيبة. خبر جميل، خبر اليوم اللي الصخيرات غادي نشوفوها في واحد الحلة جميلة، حلة رائعة بإذن الله تعالى. إذا كان هذا الخبر صحيح وخبر موثوق، وأن هذا التراساج خاص بالتوسعة، فهذا يكون أجمل خبر اللي سمعناه اليوم وسمعناه البارح. إن شاء الله بإذن الله، ونخليكم ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.